السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب يا حبيبي يكونوا بأحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض أحلى طبق كبد وجوانس متشوح مع الفلفل والبصل، جميل جدا. تابعونا للآخر عشان تشوفوا ايه الخطوات بتاعتنا الحلوة اللي هنعملها مع بعض، وسريع خالص. يعني دي يعتبر من الأكلات السريعة اللي أنا ممكن أعملها بسرعة لما يكون أي حد عايز مني أكل بسرعة وأنا ما عملتش لسه الأكل. دي بعملها كده بسرعة بسرعة. اول حاجه هنبدا بيها طبعا زي احنا متعودين مع بعض، هنصلي على محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا بينا نبدا. عندي الكبد والجوانس انا فصلهم عن بعض. ليه فصلهم عن بعض؟ علشان الكبد طبعا بتاعت الفراخ هتستوي بسرعه خالص. اما الجوانس طبعا هي بتتسلق، فاحنا هنشوحوها مع بعض. بس هنا هنقطعها. اول حاجه هنقطعها، نكون مقطعينها كده على 4 حتت عشان تستوي معايا بسرعة. ومعانا ايه تاني؟ فلفل وشرايح توم مقطعينهم رفيع، والبصل هنا مقطعينها برضو رفيع، نص ليمونة. وهنا معايا حبة فلفل اسود، توابل شاوي، وبصل بودرة، 7 بهارات، بابريكا، وحبة فلفل، وحبة توم مهروس. كده اهو شكل معانا المقادير كلها. هاخد دول بقى على جنب. نص الليمونة دي هنعمل بيها ايه؟ هنفقع فيه بقى الليمونة، نعصر الليمونة هنا عصرة على الكبدة عشان تحوش الزفارة بتاعتها، وكذلك الامر على الجوانس، عصرة كده خفيفة بس عشان تشيل الريحة، وكمان تسوي معايا الجوانس بسرعة. هسيبها حوالي 3 دقايق بالظبط. وهكون هنا سخنت على الطاسة كده حبة زيت. الطاسة تسخن كويس عشان الكبد بتاعتي ما تنزلش المية بتاعتها وتدي لك زفارة. كده تمام، سخنت. انزل الكبدة واحدة واحدة. ننزلها براحتي كده. تاخد الصدمة بتاعت شايفين الزيت كيف عطالها الصدمة؟ غلف الطبقة الخارجية عشان ما تنزليش مية. بس كده قلبها. هو ده انا طبق اللي هو الطبق اللي بنشتريه من بره ده بتاع الكبد والجوانس. الكمية دي بس اللي هعملها النهاردة، أكلة سريعة كده، بس أنا هعملها في سندوتشات يعني. هنا لقيت الزيت قلي معايا، نزلت حبة زيت. لو انت عندك مثلا كل ما تشتري فرخة بتشيل الكبد والجوانس بتاعتها وتحوشيها، تمام. هنا نزلت عليها بحبة اسمه ايه، بقدونس. بس اشوح تمام كده. سوري، حبة كزبرة ناشفة مطحونة، نزلت عليها عشان تديها الريحة الحلوة بتاعتنا. بس اشوحهم كويس كده خالص. هنا مش هحط التوابل طبعا ولا اي حاجة، عشان لسه في مرحلة تانية هنحط فيها التوابل. يا دوبك قلبتين 3 كده الكبدة في الزيت مع حبة قلت لكم عليهم الكزبرة الناشفة مطحونة. بس هنا طلعتها في نفس الزيت بقى. هنزل بايه؟ هنزل بالجوانس. مش هغير الطاسة، هي نفسها هي. اركنهم دول على جنب. وهنا اجيب الجوانس وانزلها. هتشوح في نفس الزيت بتاع الكبدة تشويحتين كده 3. هي هنا كده مش هتستوي بالتشويح بس، هي في الزيت. هنعمل حاجة تانية هنقولها دلوقتي مع بعض. هنزل عليها بالبصل هنا. اديها تقريبتين 3 لحد ما ايه البصل معايا هنا يتشوح برضو ويديني اللون المصفر بتاعنا.
لحد الان محطتش ولا توابل على اي حاجه عشان ما تنزلش الميه بتاعتها. طريقه والله رائعه جدا وسريعه خالص. الاكلات السريعه اللي في اي وقت طبعا احنا بنزينك فيه، نكون عايزين اكله سريعه كده عشان تأدي الغرض. بس كده، هي كده تمام. شوحنا البصل مع الجوانس لحد ما اصفرت كده اهو لون البصل. نزلنا هنا بايه؟ بالفلفل. نزلنا هنا عشان بالفلفل متأخر عشان ما يتبلش معايا، احنا عايزينه لون اخضر الجميل ده. طبعا هقلب لحد ما يتشوح كده وتلاقيهم يمزجوا مع بعض. ايه هنا اللي هيسوي الجوانس بتاعتي. انا هجيب نص كوبايه ميه وهفضل انزل بيها كده بالمعلقتين 3 واقلب واسيبها تشربهم، واقلب واسيبها تشربهم لحد ما الاقي الجوانس بتاعتي كده استوت. الميه هنا هي اللي هتخلي الجوانس تستوي هنا عشان ما تسلقتش. جربوا الوصفه دي وقولوا لي ايه رايكم. وهنا نزلنا كمان بحبه ميه كمان. هتشوفوا كمان، شايفين الفلفل لسه قاعد اخضر كيف جميل. كل مادة بنزل بقى بحبة المية لحد ما الاقي الجوانس بتاعتي استوت. هي هتستوي طبعا بسرعة علشان احنا مقطعينها الحتت الصغيرة وعصرين عليها ليمونة وكمان زائد المية اللي قلنا عليها. نزلنا هنا بقى بايه؟ نزلنا بالكبد بتاعتي اللي كنا مشوحينها في الاول. هننزل بقى هنا دور ايه؟ دور التوابل بقى جاتت. فلفل اسود، وقلت لكم عليه بصل بودرة، توابل الشاوي، 7 بهارات، بابريكا، حبة ملح صغيرين او سنة ملح خالص لو مش عايزين تمام. بس كله كده هيتمزج مع بعضه. الكبدة بقى هنا نزلت دلوقتي. تمام كده. خلصنا هنا الطبق وغرفناه، زيناه بأي حاجة عندك، الفلفل، أي حاجة. بص كيف الطبق جميل. يلا انتظروني في فيديوهات جاية. إلى اللقاء، باي باي.